ماتشينك مع الاهلي هتاخد الدوري باذن الله. واديك شايف الاهلي اهو انا اسف يعني مع احترامي لعيبه الاهلي وكلونر ده اسمه كلونر ولا كوره اسمه ايه الراجل اللي بيفكرني بالبتاع اللي بيحطه في حمام السباحه اسمه ايه؟ كلور عشان اعرف اقولها عشان انت عارف انا في الانجليزي ضعيف. تمام؟ اكسبوا ربنا يكرمكم ان شاء الله في ماتش اللي جاي. اول ماتش اللي جاي اهو بتاع الاهلي اكسب. تمام؟ على ما تيجي الماتش الثاني بامرك انت يا رب باذن الله بدون مقاطعه هتكون ثباته كمان بامرك انت يا رب. احنا عندنا ماتش في ليبيا، شعب ليبي حتى بحكم النسب مستنينا هناك. ملعب بنينا اعتقد لعبنا فيه قبل كده الملعب ده، الاستاد المنتخب لعب فيه. هي نجيله صناعي والناس متواصلين معايا. انا كنت اتمنى النادي المريخ فوق دماغنا ويجي يشرف هنا يلعب في استاد القاهره، والفرصه متاحه لغايه دلوقتي لو يحب اقامه كامله. اخواننا السودانيين شعب محترم، شعب وادي النيل، بيننا وبينهم علاقات. على فكره السودان ومصر كانت دوله واحده في يوم. طبل من هنا 100 سنه للمريخ برضه هتروح تلعب الماتش بتاعه في ليبيا ان شاء الله، وهنشوف الزمالك حصلت افريقيا كالعاده. في مساحات ورا فعملناها في التمرين، بس النهارده يعني بصراحه الشناوي تقفل الدنيا، بس يعني بحمد ربنا النهارده. قفل لك الجون، قفل لك الشبكه. بصراحه بصراحه يعني كان ممكن برضه تتحط بطريقه ثانيه، لكن هي توفيق من ربنا. يعني ممكن نقول عليها جريند وحش افريقيا جديد. وحش افريقيا لا يطلق الا على واحد بس. طيب بس مش اتنين؟ واحد بس؟ مش اتنين؟ في وحش كبير وحش صغير. ايوه ما انا بتكلم على التاني. لا بس خلاص ده صغير. ده صغير. طيب تمام، اتفضل يا جريندو. بس فبحمد ربنا سبحانه وتعالى. طبعا النهارده برضه بونت مش وحش للنادي الاهلي. احنا زي ما بقول لك احنا بنلعب على المكسب كل ماتش، لكن طبعا بونت مش وحش. ماشيين كويس بقالنا فتره مع كابتن حسام، اخر ماتشين كسبانين. فالحمد لله رجعنا ان شاء الله، بنحاول نرجع لمستوانا وادائنا الطبيعي ونرجع للمربع الذهبي تاني. انا سمعت ان مش ناقصه ضحك يا عم بقى، اكرامي بلا وحش افريقيا بلا جحش افريقيا، ارحمنا يا عم.